ما لقيتي جواب. دابا انت اللي ما تلقاش الجواب، لحقاش حنا عندنا الجواب. اسمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساكم بخير. أنا بس حبيت أوصل معلومة أن هذه أم زايد اللي ياس يتكلم عنها هذا الإنسان. زين هذا كله يطلع إشاعات. أنا الحمد لله الثقة بيني وبين زوجتي 15 سنة، مش يوم وليلة، ومش واحد نفس هذا حثالة أنا يخرب بيتي ولا يخرب علاقتي بيني وبين زوجتي، ومش أي حد يقول لي كلام أنا أصدق. الحمد لله الثقة موجودة، واللي أشوفه بعيني هو يثبت لي، وأنا عارف زوجتي وين تروح وين ترد وشو عندها وشو ما عندها. كتاب مفتوح، ما تخبي شيء ولا تغطي شيء ولا تنافق ولا شيء. إذا رايحة عند حد قل لي أنا رايحة عند فلان، إذا أنا جالسة عند حد قل لي أنا جالسة عند فلان. أما تقول لي والله تخشش وتخبي وشغل حرامية، لا الحمد لله أنا ما عندي. هذا الإنسان أنا من البداية ما ارتحت له، وهي عززته وأكلته وشربته ويلسته واستقبلته وكل شيء. آخر شيء عرفوا أن هذا الإنسان من داخله فيه نقص، لو ما في نقص داخله ما يتكلم على الناس وأهل الناس والبيوت. شكرا، جزاكم الله الخير. وهاي الفيديوهات اللي وصلت وشفتها أنا بعيني هذه فيها قذف المحصنات، وأنا باخذ فيها الإجراءات القانونية. طلعت كأنها كامك نزيدوا التلاموات. ما لقيتش جواب. خلي الدراري يسجلوا لي الرقمات. مرحبا. الله ينصر دينك. ما شاء الله. ما لقيتي جواب؟ عندنا الجواب. ها هو شوف، ونزيدوا باش نكونوا حنا ومد مادام وحنا اللي كينقولوا. وقال لك نتحدى ام زايد تحط يد على القران وتقول داك الشيء اللي قالت بصح وتحلف عليه. داك الشيء اللي قالت طلبها الطلب، والبارح راه حطات يد على القران وحلفات. الا بغيتي تعاودها لك راه تعاودها لك. قلتي لا دارتها انا نحيد من السوشيال ميديا، انا ندير انا نفعل. مرحبا شويه وغادي نعاود نديروها لك. حنا ماشي مشكل الدنيا هاني، ما عندنا ما نخبيو. شويه بشويه. الوغ الجمهور الكريم، المتتبعين الكرام، مستمعينا واصدقاؤنا، كلشي كيحيي الزوج ديال ام زايد. ما لقيتي جواب؟ ياك قال لكم السيده مطلقه راجلها سامح فيها، علاش تكذب؟ علاش تقطع من جنابك وتزيد؟ علاش وليتي تضرب في اعراض الناس والمغاربه؟ واش هادي ماشي مراه ماشي مغربيه ديالكم؟ واش هاد السيد هذا ما بغاش يحبس من حقير الوليات؟ عيقتي مشكل هذه ستي فيه. لا، وكنتمناو من الزوج ديالها ياخذ الاجراءات القانونيه، واخا يكون في امارات. لا نوصل الميساج. ها هو الميساج ديال الزوج ديالها مزيان. سمعوا. مرت الراجل قدام راجلها ما يمكنش هذا الشيء. وهاي الفيديوهات اللي وصلت وشفتها انا بعيني هذه فيها قذف المحصنات، وانا باخذ فيها الاجراءات القانونيه. وهنا باش تفهموا راه قال لك، وماشي غير هو، انت كنتي جالس مع اصحاب الدومين وقلتي لهم ساعتي قربات عليها وليتي بارك، ما بغيتيش حبس قصير. ما انت كيعجبك تما غتلقى راحتك، ما تبقاش تخلص. اللهم تما غيكون طويل ان شاء الله. هذه المره هذه 3 هاد المرات طويل ان شاء الله. غنبقاو تابعينك حتى غضرب الطويله. انا ما فهمتش انايا في السلطات علاش ما كيدخلوش من راسهم. هنا ما تحتاجوش شكايات باش تدخلوا، ما تحتاجوش شي واحد يديكلاري. هنا دخلوا اليوتيوب ولا دخلوا القناه، تشوفوا العجب الكحل، تشوفوا السب في اعراض الناس. الا كان متفق عليه خصهم يتعتقلوا بجوج اللي اتفقوا على السب والقذف. فهمتي؟ هادشي راه كيسيء البلاد كامله. الا كانوا متفقين وكيتخلصوا الناس فلوس باش نسمعوا حنا السبان ونشوفوا الاعراض ونشوفوا الطلاقات ونشوفوا العيالات كيطلقوا. شعبي الله يرضيك. سمع واحد الحاجه، تقدر تتابعك النيابه العامه ياك في القانون، تقدر تتابعك النيابه العامه، ولكن ملي كيكثروا با الشعبي الشكايات من هاد الناس المتضرره، حيت بعض المرات الناس ملي كتكون متضرره، خلينا هادوك اللي كيديروا الافلام انا ما كندويش عليهم، الناس اللي كتكون متضرره بحال الناس اللي طلعت عندكم شي 5 شكايات بالشخص
ولا غير 3 وتمشي تحط في النيابه العامه ولا تحط في رئاسه النيابه العامه، شوف واش غادي يزقلوا. والله لا زقلوا الشعبي بالله. كاين عندنا شي شكايات جداد ديال شي بنات اللي كان الشكايات، شوف هذوك الشكايات بلوس تدخل الجمعيات الحقوقيه، ماشي الجمعيات العاديه اللي عندهم القانون الاساسي فيه الجمعيات الحقوقيه، داكوغ. وتكون الشعبي اون بيتيسيون مسينيا ان هذا الشيء يخل بالحياء العام للبلاد وتشويه صورة المرأة المغربية وصورة البلاد بدوك الفيديوهات ديال الشعوذة والدمايات وديك الشيء، وكتحط اخويا الشعبي في رئاسة النيابة العامة ولا عند الوكيل العام، وشوف واش غادي يبومبي. والله لا بومبا الشعبي بالرب الاله. دابا عندنا واحد الطفله اللي عندها 19 عام، انا نحسبها طفله باسكو ما بغيت الشعبي نكمل لك. ودابا خرج قانون جديد ديال السب والتشهير وراه طبق، وراه كاينه واحد الخليه سبيسياليزي في الكوميساريات وفي المحكمه ديال العنف ضد المراه، داكوغ. وشوف واش غادي وانا نعطيك ولو كان حتى عنف لفظي، ولو تكون غير شوف واخا يكون تلميح عاهره غير تلميحها بعضك. دابا شي نجي انا بعض في اللايف ما نسميكش، نقول لك غا باغ اكزومبل شي حاجه فيك وحنا كنا عارفينها فيك، غا التلميح اصبح يعاقب عليه القانون. وكان طالبوا ثاني هادشي ما فيش الضحك على السياق. وهاد الكاست تيطلعوا فيه المتضررين بس. هاد الكاست ما كنطلعوش باش نقول حنا ما كناش معكم في هاد الليلات، مالكم صحاب الليله كلكم تقرصوا، مالكم طالعين باش جايين تبرروا باللي راكم، مالكم كلكم جايين تبرروا باش تبينوا له باللي راه ماشي حنا اللي كنعطيو اخبار، كلكم كتعطيو اللي نعرفوا راجل هو اللي عطى الاخبار، هذاك اللي قاله هو اللي عطى الاخبار هو. ما تجيوش تحاولوا تجيو تطلبوا عندي كاستات باش تبروا. سمعتوا باش تجيو تعطيو الاخبار وتمشيو تعيطوا دراسكم باش نتوما سمعتينا الشعبي. دونك هادوك الناس يمشيو يديروا شكايه رئاسه النيابه العامه واجي تفرج. ولا اختيها توصل للجزائريه. راه ما شوف هادشي راه ما فيهش، ما بقاش فيه الضحك. وانا عندي بعدا واحد السيده مسكينه اللي كان مات باها وبقات مع مرت باها وباعتها ليه وتغتصبات مسكينه ومشات الامارات وتكرفسات مده ديال سنه ولا ما عرفتش شحال، ما عقلتش اكزاكت، وتكرفسات وعاودت هاك الشيء ومخلوعه وكتخاف. وبقى دابا كنفرشخها 2 مرات، وبقى دابا كتطلع معنا في اللايف كتعاودها صوفيا وكتخلع كتهبط حتى كتجي البريفي. خويا شوف القانون يعلى ولا يعلو ولا يعلى عليه من الاخر، واخا يكون ما شكون باغي يكون. انا كنقول لك هادشي ما بقاش فيه الضحك. انا نقول لك الشعبي حيت هو كيتعنى بعض المفسدين اللي كانوا فهمتي ما كاين. شوف ما كيتعنى بحد، الله يرضي عليك. هذاك السيد عايش في الأنا الأعلى، هذاك السيد عنده واحد النقص هرموني خطير جدا، عايش قمة سكيزوفرينيا، داكوغ. السيد كيسحاب راسو هو فرعون. راه فرعون والشي ربي لكل ظالم جزاء، باش ما نبقاوش نضحكوا على راسنا. وقد ما طغيتي على عباد الله غادي يجيب ربي اللي يطغى عليك. تماما. تالينا راه كانوا قوى منك وجهد منك. راه المهداوي اليوم ضربوه بعام ونص ديال الحبس وغرامه 150 مليون. 150 مليون يطلب منه على قبل شنو هو داك الشيء الكذوب والتشهير وطلع شهر بوزير وكذب عليه باش يجيبها فمو قول. ماشي راه ما دعاش بصفته كوزير، راه دعا بصفته كشخص. شخص عادي ما عنديش الحق انا تجي تحط عليا باطل. دابا انا نجي نقول لك الشعبي كيبيع الغبره. ما يمكنش. وحنا تنهضروا على الشعوذه، كنهضروا على هذا الشيء الشعوذه، وهذا الشيء هذا كاين في السوشيال ميديا انكم كتستفتوا على الدمايات. سيرتو انت رضا بعد هذا الشيء كاين انك كتشتف على الدمايات، انك كتسب الوليات، انك كتحقر بنات الناس. وحنا شوف وكل شيء ساكن بقات فيهم دنيا باطمه بزاف الناس. شكون اللي انا بغيتي نعرف واش عندنا لي فيمينيست. هذه نقولها صوفيا، عندنا جمعيه ديال لي فيمينيست العيالات اللي ما كيقبلوش على راسهم السبان. دابا بادر ما تفهمناش هذاك دابا. الله يرضي عليك، راه باش راه ما كتصحابش الجمعيه، راه عندها قوه تقريريه. الجمعيه بادر اذا انت ما طلبتيش نريد تدخلها. واسمعني يا بادر الله يرضي عليك، راه كنقول لك بكونيسونس دو كوز، ما كندويش خاويه. ما يمكنليش انا اليوم غادي نمشي باغ اكزومبل ندير واحد الحاجه الوغ كو المتضرر ما طلبهاش مني. تماما.
فهمتيني؟ غدا الا مشيت درتها بدر اجي تقول لي انت مع من تشاورتي انا قلت لك شي حاجه. ما خاص الضحايا يتقدموا يحطوا لي كارت ديالهم والشهادات ديالهم ويطلبوا. شوف لي فيمينيست لي زاسوسياسيون راه كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن الا ما التجأتي لهمش انت بدر ما يمكن يدير لهم والو. فهمتيني؟ تصور الدوله بعدو هادوك باغ اكزومبل تعرضوا للتهديد. انا نمشي معاك بعطيني عقلك. انا باغ اكزومبل مشيت دافعت على واحد الشخص اكس ياك، وغدا وبعدو انا صوفيا اختي انا غادي نكمل الملف وغادي نصيفطوا لهم. وانا نعطيوك بعض الضحايا اللي كاينين معنا، ديك الدريه وديك الناس. انا ندير لك ابوني. شوفي كملي الملف وهذا مع صوفيا ملي غيكمل الملف غادي نتواصل بك انا صوفيا. عوال نتواصل معاها، ولكن خاص الملف يكمل ويكون كامل مكمول عاوتاني. يمكن لي انا بغينا يزيد يطيح في الغلطه صوفيا، فهمتي؟ ولكن حنا ما بغيناش كل واحد يحط، بغينا نمشيو دقه وحده. وقول لي حنا ما صوفيا بغيت نسولك بالنسبه للناس اللي في بحال اللي عنده فيديوهات واللي عنده السب والقذف وهادشي ديال الدمايات وبغى يصيفطهم باغ ايميل باغ اكزومبل، كتصيفطو ديريكتومون رئاسه النيابه العامه. شنو تدير؟ كتصيفطو ديريكتومون لو ميل ديال رئاسه النيابه العامه. الدراري غنقلبوا على هذا المايل هذا وغادي كلشي غادي يصيفط. دابا نقلب لك عليه ونتصور نقلبوا عليه الدراري ونحطوه. وما تنساوش ديك لاباج، اللي دار الاشهار اليوم باش ما نساوهاش حتى هي. حداري نتوما حداري كلشي نجم عليه. بوتيكا اللي في مراكش الدراري حداري نتوما سيروا الدراري كلشي يمشي ليها. ما يمكنش تثقوا في واحد المنتوج وواحد مول المحل اللي غادي يبيع لكم الحوايج اللي داروا الاشهار ولد الشينويه امبوسيبل نشري منه انا، حيت انا كنشوفو كيكذب على الناس في وجههم. مرت الراجل كيقول لها مطلقه وكتخوني راجلك، حنا كنتفرجوا في هذا اللايف كيدير هذا الشيء. كيفاش غنثق انا في واحد المحل اللي نشري من عنده الحوايج يقول لي كاليتي، واللي داروا الاشهار سيد كيكذب على الناس وتيقول بالناس وتيضحك على الناس وتيشفر الناس وتيسلخ البنات وتيقودهم؟ كي غندير نثق في هذا الراجل انا نشري من عنده الحوايج؟ كيفاش غنثق انا في هاد بركات بيو نشري من عنده العسل انا دير ليا التوكل ولا دير ليا شي مصيبه اللي دار الشينوي اللي دار لك الاشهار؟ ما نثقش فيك خويا، ما نشريش من عندك برودوي ديالك، حيت البرودوي ديالك اللي داروا اشهار ما داروش طه ايسو، ما داروش بدر بكنازي، ما داروش واحد السيد اللي نازيه وكنعرفوه ديما نازيه، داروا واحد السيد اللي فيه التخلويض وفيه السحر وفيه التوكل وعندهم مشاكل وكاين الشعوذه وكاين الليلات وكاين الذبيحات. اقسم بالله ما شروطه من شي محل درتوا لي الاشهار ولا ناكل شي حاجه في فمي اللي درتوا لها نتوما الاشهار، حيت دوك البرودوي اللي كيتباعوا ما عندهمش رقابه. كنعقلوش كيف بكري كتفري طوموبيل وكتدخل على الصاكه كتقلبها كامله كانت شي حاجه بيريمي ولا شي حاجه مضروبه وكاين مراقبه. نتوما كديروا برودويات كتبيعوا في الانترنت وتصيفطوا العباد الله. شكون اللي كيراقب هاد السلعه؟ شكون اللي كيشوفها؟ شكون اللي كيشوف الصالح والمصالحات؟ شكون اللي كيشوف فري ولا ماشي فري؟ الله اعلم. بيعطي لا حسن نتوما كتجمعوا صوب خلاط خشي في قرعه صيفط لعباد الله تقتلوا في عباد الله بطريقه غير مواجهه. زيد ما كتسمعنيش؟ زيد ما كايناش. وي قولي كمل. هي من حقها كاينه شي حاجه تواصلي معايا راك كاينه شي حاجه كندير ميوت باش تنتصنر. غتسالي الدوسي ديالك ياك غادي ديري الشكايه كمواطنه اماراتيه داكوغ، وديري الشكايه في القنصليه المغربيه كمواطنه مغربيه من الجاليه المغربيه المقيمه بالامارات، عاد ديري الشكايه في المغرب. واخ انا نتبع الخطوات. شوفي بشويه غادا انا ماشي موضوعي العوده، انا ماشي موضوعي انتيا حيت انا تنهضر غير على الليله ديال الملكه اللي كنتي فيها والديديكاس اللي دار الحاجه نعيمه، الله يطول في عمركم بجوج. فوالا حنا ما عمرنا ما نسينا نهار تشدات الدنيا باطمه مسكينه وخرج كيشطح هو ومرات كلاسور وفرحانين وكيدركوا. اليوم راه الدنيا باطمه غتخرج الدراري في شعبان ان شاء الله، رمضان مع وليداتها في دارها الله يطلق سراحها الحمد لله داز بزلبه. دنيا باطمه غادي ترجع بالقوه ديالو. شوف بالقوه انا عمرنا ما غنساو لك هذا الشيء. ودنيا باطمه كنعرفوها في المغرب عندها محبين كبار غير الحمد لله حنا في المغرب بلد الحق والقانون ما يقدرش يدخلوا ناس كبار في القضيه ديال دنيا باطمه، كلشي كيطبق عليه القانون عادي. وانت كنتي فرحان وخرجتي كتشطح انت ومولات كلاسور وفرحانين، هي غتخرج لكم القيده وتخرج لكم صاحبه الحنجره الذهبيه. غنشوفوكم الشعبي واش هو ما دوش الحبس؟ لا ما دوش في هذه القضيه. لا اسمح لي واش ما فايتش عن صاحب صوابيق ديال السوشيال ميديا جوج مرات. داكوغ علاش غادي نفرح؟ لان وحده تشدات الوغ كو الماضي ديالي اوسخ من الوساخه. ما فهمتش. ايوا باش يفرح مولات كلاسور بغا يبان داك الشيء ديالو عارفين هو كيتشرى.
ودي قال لك ان تقاد غريق بغريق فغرق كلاهما. الله فوالا يا دنيا ان شاء الله شعبان تخرج وتفرح مع وليداتها. كنتمناو الشينويه داكشي يمشيو شي يتلصقوا عليها ويقولوا يا فرحنا لك خرجت بسكينه. والله العظيم ما جاني النعاس من نهار تشدات ديك الهضره. ما بقاتش كتاكل. شو هذيك راه بنت الحي المحمديه شريف. لا تدوخ. الشعبي